ازاي تتكلم مع الاي اي صح. كل ما كان السؤال واضح مكتوب محترف، كل ما النتيجه كانت اقوى. نفس الكلام بتاع تعليم الاله. انت دلوقتي دخلت له اوتبوت محترمه، انبوت محترمه، هيطلع لك اوتبوت زي الفل بعد ما يعمل انالايز بقى ويريح الدنيا. بعد ما يعمل اناليسيس يعني انت لازم يبقى السؤال بتاعك واضح، بتكلمه بشكل كويس. هنفهم طبعا كل حاجه دلوقتي، اصبروا معانا بس عايزكم تشوفوا الصوره كده بشكل بعيد كده من بره. حلو. طب تمام. تمام. حلو. هنا جايب لك الفرق ما بين الباد بروموت والجود بروموت. ايه الفرق بقى؟ نترجمه. يعني مش محتاج. الباد بروموت يعني اللي هو الامر السيء، البروموت ده هو الامر اللي انت بتديه للاي اي. انت لما تيجي تتكلم مع الاي اي وتطلب منه حاجه مش بتامره، هو ده البروموت. الباد بروموت بقى الامر السيء، يعني انت بتدي له آه، امر عشوائي، امر عام، امر غير متقن بشكل عام. يعني لما تدخله مثلا tell me about solar energy، كلمني عن السولار، تمام، بس انت ما حددتش اي حاجه ثانيه. حلو. ما حددتش الزمن، ما حددتش المده، ما حددتش هو المفروض يعمل لك ايه في الاوتبوت اللي هتطلعها لك. لكن لما جيت تكلموا على الجود بروموت اللي هو الامر الجيد، بمعنى ان انت بتكتب له التفاصيل بقى، تقول له انا عايز analyze analyze the impact of a solar energy on the local economy in South Africa from 2010 to 2022 2020 particularly in terms of job creation. حلو. وانت هنا قلت له انا عايز احلل الامباكت، التاثير بتاع السولار انرجي، تاثير السولار على ذا لوكال ايكونومي، الاقتصاد المحلي لساوث افريكا ما بين 2010 ل 2020. انت قلت له كده، بص شوف وصلت له قد ايه، جبت له المده الزمنيه، قلت له حلل لي، قلت له تاثيره على الاقتصاد، يعني تاثيره على ايه بالظبط. ويعني بص حددت الموضوع. حلو. حلو. خطوات البروموتنج. اعمل الصح. هنعمل ايه؟ اعمل الصح. اعمل الصح يا صديقي. اهم حاجه ان انت تعمل الصح. حد فاكر الصوره دي او المشهد ده في مسلسل ايه بالظبط؟ لو حد فاكر يعني يبقى جامد، ويبقى شخصيه يعني. آه، مسلسل لا تراجع ولا استسلام. مسلسل ايه؟ فيلم ايه لا اصلا؟ تراجع ولا استسلام. لا تراجع ولا استسلام، والله انا مش فاكره. لو حد تاني ياكد علينا بقى عشان نبقى متاكدين يعني. انا مش فاكر والله المسلسل هو كان. فيلم مش الفيلم مسلسل عامة. فيلم. اه. انا بنسى للاسف يعني بيحصل. اهم حاجه اعمل الصح يا مصطفى، اعمل الصح يا مصطفى. قول لي يعني اعمل ايه؟ هقولها لك تاني. اعمل الصح يا مصطفى. يعني ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه يا مصطفى؟ اعمل الصح يا مصطفى. اعمل ايه؟ ماشي. تمام. حلو. خطوات البنود. دلوقتي مصطفى بيسالنا بيقول لنا اعمل ايه؟ ماشي. لما ندخل هنا، ازاي ممكن اكتب بروموت صح؟ يظهر عندك هنا 6 حاجات كده لزاز كده وخفاف وهنعرفهم مع بعض. اول حاجه البيرسونال، الشخصيه. قول له يكتب كانه مين؟ خبير، ترينر، مدرب زي انا مثلا، صديق. انت بتكتب لواحد صاحبك. تمام. تاني بوينت، تكتب على الفورمات، تنسيق، عايز يعمل لك في نص جدول، نقاط، كل الكلام الرائع ده. التون، النبره نفسها تبقى رسمي لو انت بتتكلم مثلا السي او بتاع الشركه بتاعتك، لو انت واحد شغال وكده. بشكل بسيط لو انت بتتكلم مع حد يعني تعليمه على قده. ودي ده لو واحد صاحبك. حلو. التاسك المهمه دي اهم حاجه في الموضوع. هما والبيرسون، الشخصيه اللي هي انت بتقول له انت خبير ولا مدرب ولا. تمام. يتعامل كانه ايه بالظبط. التاسك بقى مهم زي ما قلنا بدري. هو انالايز، حلل زي ما جبنا هنا دي واحده اللي هو الجود بروموت. هنا بيقول له ايه؟ analyze the impact of a solar energy on the local economy in South Africa from 2010 to 2020 particularly in terms of a job creation. حلو. يبقى هنا انت بتدي له تاسك بتقول له حلل، انالايز. تمام. حلو. طب هنا لما نيجي نبص بقى بيقول لك السياق بقى اللي هي ايه؟ الاكزامبلز.
اقصد السياق اللي هو ادي خلفيه يفهم انت عايز ايه بالظبط. حلو. وبرده الاكزامبلز برده مهمه جدا. اكزامبلرز او اكزامبلز مهمه جدا. وريه مثال يوضح شكل الرد بتاعك يعني، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. اهم حاجه انتوا معايا، انتوا معايا يا شباب؟ اعمل الصح، اهم حاجه تعمل الصح. حلو. هنا دي صوره كده لذيذه، يعني ملخص لك بس اللي هو الست نقاط: التاسك والكونتكست. التاسك اللي هو الامر اللي احنا بندوره، اللي هي التحليل، الانالايز. الكونتكست اللي هي السياق، حطها في نص او جدول. البيرسونا هو بيتكلم على اساس ايه، او بيتكلم بلسان مين يعني. ودي ممكن نقطه بيتغاضى عنها ناس كتير قوي. يعني حته اللي هو البيرسونا، او انا مثلا خبير، بتقول لي اي خليك خبير، مدرب، استاذ، مهندس اي اي، كل الكلام ده. الاكزامبلز دي على فكره حاجه اضافيه بس بتقوي الريزلت بتاعتك جدا. التون اللي هي اللهجه، على فكره انت ممكن تكتب له: انا عايزك تكتب لي باللهجه التونسيه، انا عايزك الرساله تبقى باللهجه المصريه، وهكذا. بالانجلش برضو، بالفرنسيه عايزها مثلا اللهجه بتاعت اهل الشمال مش اللهجه بتاعت اهل الجنوب، وهكذا. التون والفورمات وكل الكلام الجميل ده تلخيصا للست نقاط دول. هل انا لازم اكتب الستة دول عشان يطلع لي نتيجة جميلة ونتيجة قوية وكل الكلام الرائع ده؟ واي حد يقول لك اكتب الستة بيهبد عليك. مش في كل الاوقات، في حاجات بتكتبها في اوقات معينة وحاجات تانية لا. يعني اكيد مش هفضل كل شوية اعمل كده يعني. اول حاجة التاسك، دي اساسيه جدا معانا، انا عاملهم لك اساسيه جدا، وان شاء الله الماتيريال دي ان شاء الله ان شاء الله يعني لو كده ممكن ابعتها لكم. اولا التاسك، التاسك ده اساسي جدا. فعل واضح، انت عايزه يحلل مثلا حاجه معينه، عايزه يشرح لك جزئيه معينه في الدرس بتاعك، في هدف معين. اكتب لي مثلا خطاب تقديم لوظيفه مدير مشروعات في شركه جوجل، ده اكزامبل، اكتب لي. حلو. دي التاسك. الكونتكست بقى، كونتكست السياق، اساسيه جدا. انا مثلا مدير مشروع مبتدئ، ده لازم تديله اللي هو ايه، اقول لك فهمك النقطه دي عشان ممكن في ناس مش هتفهمها قوي. انا دلوقتي عندي مشكله مثلا صحيه، تمام. المشكله الصحيه دي حصلت لي بسبب ازمه معينه، فانا لازم اشرح للاي اي انه حصل لي مثلا ان انا اتخبطت في رجلي وانا ماشي في الطريق، فحصل لي تورم في رجلي، والتورم ده انا مش عارف هو ايه بالظبط. فهو هيبدا بقى ياخد على اساس الكونتكست ده ويديك بقى الاكزامبلز، او يديك اللي هو التوقعات والريزلت بتاعته. انا مثلا مدير مشروع مبتدئ، عندي خبره في البرمجه، بتقدم لوظيفه بتقدر الابتكار والدقه، ايا كانت بقى الخلفيه بتاعت الموضوع. يعني هو لازم يبقى مدرك الموضوع من كل الجوانب لو عايز يطلع لك نتيجه احسن. حلو. البيرسونال مهمه، مهمه، لكن الاثنين اللي في الاول دول اوعى 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 يبقى فيه بروموت ما يكتبهمش فيهم. هتضيع. اللي هو ايه؟ التاسك اللي انا عايزه، انا عايز احلل، عايز ادرب، عايز اتعلم، عايزك تشرح لي كاني طفل عندي 5 سنين. وعلى فكره ده حاجه لذيذه جدا يعني، بيشرح لك بشكل بسيط خالص. الكونتكست اللي هي السياق وكده، بتحكي له السياق بتاع الموضوع بتاعك او المشكله اللي انت موجود فيها. البيرسونا دي مهمه بس يعني عادي، بتحسن البروموت عندك، بتحدد اسلوب الاجابه ولغتها. بمعنى مثلا يعني اقول لك عايزك تتعامل مثلا انت معاك بوست على لينكد ان، ده على فكره حاجه انا شغال عليها، بروجرام ليه علاقه بلينكد ان يعني. المهم البروجرام ده ان شاء الله هنشتغل فيه بكره اول سيشن ليه يعني. هنشتغل فيه على حته اللي هو لينكد ان والبوستات بقى والتفاعل والانتراكشن في السيشن يعني. المهم تعامل كانك خبير في لينكد ان، تعامل كانك خبير سوشيال ميديا، تعامل كانك خبير في فيسبوك، تعامل كانك خبير توظيف، تعامل كانك اتش ار، وهكذا. دي حاجه بتقوي البرومت عندك بشكل كبير قوي. الاكزامبلز هي مش اساسيه دايما بس بتزود الدقه زي ما مكتوب. يعني انا دلوقتي عندي اكزامبل معينه كده، ليه ما احطهاش؟ يعني مثلا عايز اعمل صوره شبه صوره معينه بس بوشي انا مثلا، ليه ما اعملش او احط الاكزامبل بتاع الصوره دي وابني على اساسها؟ ومكتوب هنا تحت: زي العقد اللي اكتشفنا فيه بند السريه في قضيه كذا، حلله بنفس الطريقه. يعني في حاجه سابقه ما بينكم وانتوا بتتكلموا مع بعض، ممكن تخليه يتكلم عليها. حلو.
الفورمات مش اساسيه. هي مش اساسيه بس حلو ان انت تحطها يعني. التنسيق مثلا عايزها آه يعني زي ما تقول كده في شكل نقاط معينه، في شكل جدول زي ما فهمنا. طلع لي مثلا تقرير زي اكزامبل موجود تحت ده. طلع لي تقرير في جدول في اسم العقد والبند والملاحظه. كل ما بتزود ده كل ما بيطلع لك النتيجه بشكل اسهل واحسن. لكن لو ما ضفتهاش عادي. التون بقى اللي هي دي مش اساسيه لكن مهمه في المستندات الرسميه. يعني مثلا انت بتتعامل في سي في، غير لما تتعامل في رساله انت عايز تبعتها لصاحبك، غير لما تنزل بوست على فيسبوك او انستجرام او لينكدين. الوضع هنا بيختلف. انت بتتعامل مع صاحبك عايز تبعت رساله تهنئه لصاحبك في عيد ميلاده، غير لما تبعت رساله للسي او بتاعك. صح ولا لا؟ انتوا معايا؟ معايا ولا نمت ولا نمتوا؟ ايه الدنيا؟ هلو جايز. ماشي. ماشي اوكي. كده احنا فهمنا ال الست نقط المفروض انت تبقى فاهمها. لكن زي ما اتكلمنا اللي موجود معاك هنا التاسك مهم جدا، و الكونتكست اللي هو السياق بيبقى مهم جدا عشان الاي اي يفهم الموضوع. وفي نفس الوقت برضو البيرسونا مهمه، بتحدد اسلوب الاجابه ولغتها. الثلاثه دول انا شايف ان هم اهم حاجه المفروض تكتبهم. وكل ما بتزود في الثلاث نقاط الثانيه اللي هي الاكزامبل بيزود الدقه وبيزود الانتاجيه بتاعتك. تمام. الفورمات برضو نفس الكلام، التون نفس الكلام، كل الكلام الرائع ده. قبل ما ندخل على الاكزامبل، قبل ما ندخل على الاكزامبل آه، مين فيكم قبل كده يعني سمع عن الست نقاط دول او استعملهم بشكل كبير حتى لو هو ما يعرفش؟ حد فيكم حصل معاه كده؟ جايز انتوا معايا؟ لو حد ممكن يشرح لنا مثلا التجربة اللي مر بيها أو حاجة بشكل لذيذ كده. حد جرب يعمل صورة مثلا، يكتب مثلا مقال معين، يكتب كود anything يعني. مفيش؟ ماشي. اتفضل يا مصطفى، باشمهندس مصطفى اتفضل. هو الحاجات دي انا ما جربتهاش قبل كده، بس هو انا كانت كفكره ان انا لما عاوز اعمل حاجه معينه باخد وقت معاه هو، في ان هو بيعمل الصوره مثلا او بيعمل الخطاب او البوست اللي انا عايزه، فما بيعجبنيش. فهو بيبان اكتر ان هو بالاي اي من حيث النقاط او الفواصل والحاجات دي. فهمتك يا باشمهندس مصطفى. وانت اتكلمت في نقطة يعني مهمة قوي، ان انت بتتكلم معاه كذا مرة عشان يطلع لك النتيجة بشكل احسن. لكن انت دلوقتي لما تكتب البرومتس بشكل كويس زي النقاط اللي اتكلمنا عليها، ان شاء الله النتيجة عندك هتطلع احسن واحسن 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 واحسن، وتفتكرنا بالخير. تمام. وتيجي تقول في حد شرح لي حاجة. اتمنى تكون فهمتوا يعني كلمة من اللي احنا شرحناها، جزئية جزئية. آه شكرا ليك يا باشمهندس مصطفى، وشكرا ليكم يا شباب يعني. دي اكزامبل، دي واحده كده ممكن ندخل على اكزامبل. اهو بصوا كده اكزامبل. اعمل لي صوره زي دي، بس خليها كانه الشخصيه بنت. يعني هو بصوا كده، انا بعت له اكزامبل هنا. ايه اللي حصل؟ حد ممكن يشرح لي احنا استخدمنا ايه بالظبط في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه في الاكزامبل ده؟ جايز اتكلمنا احنا ايه كده بقى؟ ادينا له مثال بس. الايه؟ يعني احنا كده ادينا له مثال، يعني مثال بس ان هو مثال. يعمل شبهها ويغير فيها حاجة معينة. وقلنا له في حلو الأول اعمل صورة. حلو حلو. اللي هو ايه الصوره دي اللي هي ايه؟ مش فاكرة كانت اسمها ايه في الأول، بس تاسك تقريبا. تمام بالظبط. تاسك. تمام. حلو 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 جدا حلو جدا. يعني كده احنا استخدمنا 2 بوينتس اللي هي التاسك والاكزامبل. ماشي، دي وجهة نظر. باشمهندس عمر. احنا ادينا له المرجع او المثال اللي هو الصورة اللي احنا بعتناها له، بعدين ادينا له التاسك او المهمة اللي المفروض يعملها، انه يحول الشخصية لبنت بس. تمام حلو جدا. يعني احنا استخدمنا كده حاجتين بس زي ما قالت باشمهندسه ياسمين برضو، اللي هو الاكزامبل والامر اللي هو التاسك. صح كده؟ صح كده يا ايوه باشمهندس؟ مظبوط. تمام. ماشي. مظبوط. اوكي اوكي. تمام. حلو جدا.
فعلا زي ما انتوا اتكلمتوا، اللي هو انا بقول له هنا اعمل صوره زي دي بس، خليها كأن الشخصيه بنت، انا ما طلبش منه حاجه تانية وانا مش محتاج اطلب منه حاجه تانية. عشان كده قلت لكم مش لازم نستخدم كل حاجه. تمام، انا اديت له اكزامبل، تمام، وامرته ان هو يعمل كذا في الاكزامبل بس، هو ده اللي مطلوب. يبقى احنا هنا استخدمنا اثنين، هو ده اللي انا عايز افهمه لكم، ان انت ممكن تستخدم اثنين بس، ممكن تستخدم ثلاثه، ممكن تستخدم اربعه. كل ما تفهم البوينتس دي كل ما هيبقى الوضع عندك احسن واسهل ان شاء الله. مع التعامل اكتر وكده هتبقى البوينتس عندك رائعه يعني. باشمهندس مصطفى، كنت هتتكلم في البوينتس دي؟ تمام، اوكي، تمام، حلو جدا. شكرا جدا ليك باشمهندس عمر، باشمهندس مصطفى، باشمهندسه ياسمين. أه. بروموت فورم. زي ما اتكلمنا، تمام. هو مين؟ اللي هو البيرسونا، تمام. مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ايه؟ التاسك اللي انت عايزه يحلل، عايزه يعمل ايه، بيخاطب مين، تمام. ده امر مهم جدا. مش شرط كل البرومبت يكون فيه السته مع بعض. ده اللي انا كنت بقوله من شويه يعني، اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي، بندردش فيه، انه مش لازم تحط كل حاجه، ممكن اثنين ثلاثه على حسب السياق بقى اللي انت عايز فيه البرزنتيشن بتاعك. طبعا انت دلوقتي لو جيت ودخلت في حته اللي هو ان انت كتبت البروموت غلط، بهدلت الدنيا كذا مره، ظبطت الدنيا كذا مره، انت بتتعلم بس. تخيل كده حد ممكن يحلل لي الصوره دي ويقول لي الراجل ده عمل ايه بالظبط. الراجل ده عمل ايه بالظبط. يعني لو حد يعني عايز يقول لنا يعني هو فاهم ايه من الصوره مثلا. اتفضل يا باشمهندس عمر. هو تقريبا بيطبخ رز في الكاتل. مم. بالظبط، هو بيحط رز في الكتف. آه. حد تاني؟ اوكي جايز، حد عنده وجهة نظر تانية؟ يمكن شايف حاجة تانية مثلا احنا مش شايفينها، وعنده حالة هلع وكده. وتقريبا في حاجة تانية، في مشكلة تانية برضو مش ظاهرة، او هي ظاهرة بس ممكن مش الكل مركز معاها. اتفضلي يا باشمهندس. الو. اتفضلي مع حضرتك، سامعيني. بيعمل فشار. تمام، وجهة نظر برضو، ممكن يكون فشار والله، ممكن، بس ما ركزتش معاه. حلو. بس هو بيعمل فشار، لو حتى لو فشار يعني بيعمله في كاتل، صح؟ هل الفشار بيتحط في كاتل؟ آه. اكيد نو يعني، اكيد لا، صح؟ باشمهندس مصطفى اتفضل. وكده المدخلات الغلط هو عايز نتيجة في دماغه هو عكس اللي هتطلع له المخرجات. حلو، تعجبني وانت بتستنتج يا باشمهندس مصطفى، تعجبني. شكرا ليك والله يا شباب يعني على المشاركه يعني. بص كده، يعني احنا لو لاحظنا هنا هنلاقي اللي هو ايه، هو بيحط رز. يا باشمهندس ايمان انت معانا؟ ده ايوه يعني معاكم. ممكن هو فعلا يتشاف مثلا من وجهه نظرك فشار او بسله او اي حاجه يعني، او قصدي اسمه ايه يا رب، فاصوليا، تمام. والله انا يعني عادي يعني، اي حد ممكن يتوقع اي حاجه، بس هنا في الكرتون الشكل ده بيظهر كرز يعني، تمام. فالمهم ان هو بيحط رز في الكاتل، فالكاتل ولع وهو ما زال بيحط الرز، وفي نفس الوقت على وشه يعني اللي هو ايه، هلع وكده، تمام. الوضع يعني سيء جدا، تمام، اوكي. فالمهم ان هو يعني ده بيتمثل في حته اللي هو ايه، الباد بروموت، اللي هو بيدخل انبوت غلط، فبتطلع له النتيجه كارثيه. هل الرز هيتطبخ؟ باشمهندس ايمان، لا طبعا. هل الكاتل اكيد هيبوظ، صح؟ ولا انت ايه رايك؟ اكيد طبعا هيبوظ. بالظبط كده يعني، انت كل ما لو دخلت برومبت غلط فالنتيجه اكيد هتطلع كارثيه يا صديقي. آه هو كده يعني المفهوم اللي انا عايزك تفهمه، الباد بروموت والجود بروموت.